النهارده على اللعيبه. والنهارده انا بقول لك مع احترامي ليك يا كولر، انت بقالك ماتشين مش ماسك الاهلي، وانت قلت لمحمود الخطيب في اخر جلسه انت وهو، جلسه الوداع، اما كان بيشكرك على الفتره اللي انت قضيتها مع الاهلي، الثلاث سنين ب 11 بطوله، وعملنا لك اعلانات على يفط في كل كباري مصر، وانت عارف ان انت اتنجمت والسي في بتاعك عالي، وقابل على العقود اللي هتجيلك الفتره الجايه. بس انا عارف ان انت قاعد مع المدام والاولاد بتريح شويه استجمام، بس انت قلت هفضل مشجع للنادي الاهلي، واكيد انت بتتفرج على الفرقه، واكيد انت شفت ان السهل مفيش اسهل منه. عماد النحاس النهارده لما بيبدا في ماتش زي ده بتشكيل عادي جدا جدا جدا، وبيلاعب لعيبه انا بقول لك راجعه من الاكتئاب اللي انت كنت مسببه لها، واديك شفت اللعيبه نازله بتعمل ايه. انا النهارده اول مره اشوف الاهلي كسبان 5، جميع المراكز بتسجل، خط النص، الوينج، الباك، المهاجم، والناس نازله تلعب لعب، خصوصا الشوط الثاني. انا اول مره اشوف لعب جماعي للاهلي، كوره بتبدا من اول الشناوي ويفضلوا ينقلوا في كوره ويطلعوا بالكوره لقدام، والكوره تتقطع يرجعوا يجيبوها من نص ملعبنا ويطلعوا بيها من غير بقى الكور العاليه وقطع الكوره الثانيه والكلام اللي كان كولر مزهقنا منه، والكام لعيب اللي احنا كرهناهم من ساعه ما كولر كان بيلعبهم، خصوصا احمد رضا بن اختك.